الشخصية اللي اسمها لولو دي أخطر شخصية ممكن أطفالك يشوفوها، وفي الفيديو ده هقول لك ليه. الفيديو ده تحذير من شخصية خطيرة على الأطفال من سن مبكر جدا لحد سن 10 سنوات وأكتر كمان. الشخصية دي أسلوبها في الأغاني بتاعتها كلها بيزرع في عقول أطفالنا أسوأ الصفات والأفعال اللي ممكن تطلع جيل فاسد بالمعنى الحرفي. الشخصية دي بتعلم الأطفال التمرد وحب النفس والأنانية والغرور وفعل أي شيء مقابل الحصول على اللي نفسهم فيه حتى لو غلط. لولو بتتعامل مع أي حاجة هي عايزة تحصل عليها بطريقة واحدة مفيش غيرها، ولو عايزة أي حاجة تفضل تدبدب وترزع وتعيط لحد ما بتحصل على اللي هي عايزاه حتى لو الحاجة دي غلط ومش مناسبة ليها كطفل. وبعد ما أخيرا بتحصل على اللي هي عايزاه وطبعا بينفذوه ليها عشان يخلصوا من عياطها وزعلها وزنها، بترقص وتلعب وتفرح بشكل هستيري احتفالا بانتصارها وحصولها على اللي هي عايزاه، وبتعمل كده بتنطيط وشقلباظات وموسيقى وألوان عشان الأفعال تتزرع في عقل الطفل ما تطلعش. ما هو التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وطبعا بتغني بجرافيك عالي ومصروف عليه، واكيد في رسائل واضحه وصريحه في الجرافيك ده بتوضح الوان معينه بشكل ظريف عشان الاطفال تحبها. واكيد السيناريو ده مش هيزرع في عقول الاطفال غير نفس اللي لولو بتعمله. ويجي الاهالي يشتكوا ان اسلوب اطفالهم عصبي وعنيف، ولما بيعوزوا حاجه بيدبدبوا ويعيطوا لحد ما الحاجه تيجي، ولو الحاجه ما جاتش بيفضلوا مستمرين. غير كده ما بيحبوش يدوا حد من حاجته. وحاجات غريبة بتظهر في تصرفات الأطفال اللي بتتفرج على لولو، وده أكيد بيطلع طفل أناني وما بيحبش غير نفسه وبس، وممكن يعمل أي حاجة حتى لو غلط عشان يوصل للي هو عايزه حتى لو غلط برضه. فنصيحتي لكم جميعا لو عايزين أطفالكم وأخواتكم الصغيرين يطلعوا طبيعيين على الفطرة اللي خلقها ربنا، امسحوا كل القنوات اللي بتجيب لولي دي اصلا واللي زيه، وعلموهم اصول دينهم وحفظوهم القران والاحاديث القصيره وعلموهم الاذكار وعلموهم القناعه والعطاء والعين المليانه. وكل ده برضه في قنوات يوتيوب بتعرضه بشكل محترم ومهذب للاطفال. ولو وصلت لحد هنا في الفيديو اتمنى تكون رسالتي وصلت، ويا ريت توصل الفيديو ده لغيرك بلايك وشير وتعلق بموقف شفته من طفل يدل على انه بيتصرف زي لولو. واخيرا ما تنساش تصلي على النبي.